بتقول انا كنت بتعامل مع الفيسبوك بشكل عادي جدا، لقيت رسالة جايالي من واحد انا معرفوش بيقول لي انا في مشكلة كبيرة جدا مع اختك، فانا عايز اني اعرفك المشكلة دي علشان تشوفي هتحليها ازاي. وجاب لي معلومات دقيقة جدا عن اختي، انها مسافرة بره وبتشتغل في المكان الفلاني وعندها كذا، فاصبح عنده معلومات عن اختها ودخلها بيها. قالت له طب اتفضل احكي. قال لها لا انا مش هعرف احكي لك الكلام ده، ما يتقالش على الفيسبوك، هستأذنك بس بعتي لي رقمك واتساب وهبعت لك كل التفاصيل. بتقول البنت ادت له الرقم لان طبعا الموضوع يخص مين؟ يخص اختي. فبعتت له الرقم وبعت لها رساله بتقول بعت لي لينك قال لي ادخلي عليه، اختك ليها صور هنا صعبه جدا. دخلت على اللينك ومن وقتها هكر التليفون كاملا، اخد كل صوري وفيديوهاتي صوري الخاصه وبدأ يشتغل عليها وعمل عليها حاجات بتقنيات حديثه وبدأ يهددني. لقيت صوري مبعوتالي وبيقول لي الصور دي بتاعتك وتخصك. طب دي مش صحيحة، دي مش حقيقية. قال لها هو كده. بتقول بدأ يعمل صفحات وينشر الصور اللي هي مش حقيقية على إنها صوري، وتمت فضيحتي قدام كل حبايبي وأصبحت إنسانة وحيدة بسبب الموضوع ده. وفين بقى روحي اثبتي ولا روحي اتكلمي؟ ومن هنا احنا دايما بنقول من أمن العقاب أساء الأدب. وأنا بتعامل مع البنات اللي تعرضوا لابتزاز أو تحرش إلكتروني، اللي كانت منزلة صورة ليها وهي في منتهى العفوية، وتلاقي حد يقوم واخدها ويركبها بتقنيات حديثة ويبتزها بيها، أو حد ممكن يكون منزل صورته ويبدأ يتم فيه تعليقات مسيئة أو تعليقات بذيئة. وكم من بيوت اتخربت، وكم واحد شاف تعليقات مش لطيفة على صورة من صور زوجته ولا حاجة وتم الأذى بالبنت دي نتيجة تحرش وهي ملهاش ذنب. مشكلة التعافي للبنات لما بتتعرض لموقف بذيء زي ده بتتأثر بيه جدا نفسيتها. ازاي اتعافى بعد ما يحصل لي ده؟ البنت بتبقى جاية مأذية جدا، نفسيتها تعبانة، اتعرضت لمشاكل اجتماعية، بقت وحيدة. مهما بدأنا ومهما حاولنا ان احنا نغير الصورة اللي اتاخدت بيبقى فيه تشويه سمعة. عشان كده انا جاية اطمنك واقول لك كام حاجة ممكن تتبعيهم يبقى فيهم ان شاء الله تعافي لو حد فينا تعرض لا قدر الله للموضوع ده. بس خلينا اطمنك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، تشيع بس ده مش بيعمل، ده بيحب، يعني بيفرح لما الناس يحصل بينهم حاجات من هذا القبيل. ده مش بيشارك، ما بالنا بقى اللي بيشارك، ما بالنا اللي بيشارك. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم فين؟ في الدنيا والاخره. يعني العذاب مش في الاخره بس، العذاب مش مؤجل، ده تاكدي انه هيعيش عذاب اليم في الدنيا قبل الاخره. اطمني ان هو مش هيعدي. دي رقم واحد. رقم 2، عايزاكي تخرجي نفسك بره الموضوع ده خالص. يعني ايه؟ هتسمعي كلام كتير من بعض الناس يقولك وكأنك مشاركة في الأمر ده، أصل انتي اتكلمتي بالطريقة الفلانية، أصل انتي نزلتي كذا، أصل انتي قلتي كذا، وكأنه بيلوم عليكي ويقطمك ويقولك ان انتي كنتي مشاركة في موضوع زي ده، فنوع من التبكيت والتقطيم. خرجي نفسك بره الموضوع ده خالص. في ناس كتير ممكن تعمل حاجة زي كده، الفعل الحقير ده ممكن يعمله لأنه حقير، مالكيش دعوة انتي. هو في كده؟ ايوه. شوفي رب العزه بيقول لنا ايه؟ ارايت من اتخذ الهه هواه، هو بيعمل اللي هو عايزه. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ انت مالكش ذنب، مالكش دعوه. ربنا يكمل لنا بقى، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل. ده زي الحيوان والعياذ بالله. ده اسوأ كمان. تاني، ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ مالكش دعوه باللي هو بيعمله. بيطمنك وبيعرفك ان احيانا كتير ممكن حد يرتكب الفعل الحقير ده وانت مالكيش ذنب. هو كل الحكايه ان هو مشي ورا هواه، وهو اصلا زي الحيوانات اعزكم الله، بل اضل زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه. فرقم 1، خرجي نفسك من الموضوع تماما. رقم 2، تاكدي ان حقك هيجي، تأكدي ان ربنا سبحانه وتعالى موجود. تخيلي اول واحد ياخد حق امرأة تم التحرش بيها هو سيدنا النبي.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة في قبيلة اسمها مجموعة كده من الناس يهود اسمهم بني قينقاع. سيدنا النبي طردهم بره المدينة بسبب انهم تحرشوا بامرأة مؤمنة. واحدة ست راحت السوق تبيع وتشتري، فقعد على الارض، راح واحد من اليهود جه ربط الخمار بتاعها في الثوب، فجت الست تقوم فجزء من جسمها بان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طردهم جميعا من المدينة بسبب كده. يبقى أول واحد دافع عن حقوق المتحرش بيها مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح ده هدي سيدنا النبي. تأكدي إن ربنا هياخد لك حقك. ده سيدنا النبي كمان يوصف اللي بيعمل الفعل ده بإنه من أهل النار. لما يوصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صفات أهل النار، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من صفاتهم رجل ينظر إلى الكلمة قزعة خبيثة ويتلذذ بها كما يتلذذ بالرفث والعياذ بالله. مجرد الكلام اللي فيه نوع من البذاءة والتحرش اللي ممكن يخدش حيائك ويأذي ودنك، اللي مجرد كلمة بس اللي بيتلذذ بيها زي كأنه والعياذ بالله بيرتكب هذا الأمر، مش مجرد كلمة. ده سيدنا النبي وصفه إن هو من صفات أهل النار. فحقك هيجي بوعد من رب العالمين، وأول واحد خد لك حقك هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثالث حاجة لعله خير. انت بخير، اطمني. انا بخير ازاي؟ انا اتأذيت، انت بخير. احنا احسن ولا امنا ام المؤمنين عائشة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما السيدة عائشة تعرضت لموقف صعب جدا جدا، صعب ان امرأة تتعرض ليه بكل المواقف، واحدة ست يعني في بيت النبوة حبيبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والراجل التاني سمعته زي الفل اللي هو مين؟ صفوان بن المعطل. يعني هي ام المؤمنين قد ايه ثقلها ووزنها، وهو صفوان بن المعطل صحابي جليل، ومع ذلك ما سلمتش من القيل والقال. اول ما شافوها جايه معاك والله ما سلمت منه وما سلم منها، وهي ام المؤمنين زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان موقف صعب جدا في بيت النبوة، ومع ذلك ربنا يقول ايه؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ازاي هو في كده؟ هو انا ممكن اتعرض لموقف بالصعوبة دي ويبقى فيه خير؟ ما انت ما تعرفيش. اصل الدنيا طول الوقت بتتغربل من حواليكي، بتعرفي مين هيقف معاكي، مين هيخوض مع الخائضين، مين هيسكت مش هيرد، مين هيدافع ويقول والله ابدا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما تثبت وتحقق ومشي في اجراءات التثبت يسال سيدنا بن زيد وعلي بن ابي طالب، وبعد كده يقولوا له اسال الجاريه تصدقك، اللي هي السيده بريره جاريه السيده عائشه اللي هي كانت ملازمه وملاصقه ليها. كل واحد يقول كلام يبين موقفه، كل واحد يقول حاجه. طيب، وطبعا هي البريئه المبرأه من رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده يرفع مقامها وينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وربنا هيرد لك حقك وهيرفع مقامك زي ما رفع مقام أمنا السيدة عائشة. مش هطول عليكم أكتر من كده، ولكن حبيبة قلبي، بنتي، أختي اللي ممكن لا قدر الله تتعرض لموقف صعب زي ده، اطمني انت بخير، وانت المشكلة مش عندك أبدا، المشكلة مش عندك، المشكلة عنده هو. ودي مجرد بعض الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تتعافي وترجعي لنفسك تاني.